لا حول ولا قوة إلا بالله. عليك العوض ومنك العوض يا رب. كده يا عماد، كده يا عماد تدشمل لي العربية يا أخي. الحمد لله كله في الصاج، انما قلب العربيه سليم، مفيش الا حاجات بسيطه. يا عم الحمد لله على كل حال، بس مش كده يعني يا عماد. يعني أنا جزاتي إن أنا اديتك العربية عشان توصل بيها خطيبتك، قمت رجعها لي متبهدلة كده. ما تشغلش بالك يا ابو صلاح، انا هتصرف من ولاء اختي. انا كلمتها في الموضوع وقالت لي شوف هتتكلف كام وهي هتدفع، وبعدين نحاسبها انا وانت بقى. والله انا حاسبها انا وانت، يعني انت تبوظ الدنيا وتاخد عربيتها انا واختك اللي تصلحها لك، هتشيل المسؤوليه انت يا عم عماد. وبمزاجي يا ابو صلاح. قول لي بمزاجك. ايوه بمزاجك، ما تركز يا اخي في السواقه وما تلهيش نفسك بحاجه تانية. مش فلوس ناس دي ولا ايه؟ ما تقول له حاجه يا عم الجن. سهله وبسيطه ان شاء الله، احنا بس هنسمكرها وبعدين نديها الرش وتاخدها وتروح لعوف الميكانيكي، قول له ان انت تبع الجن هيروق لك عليها. ده يا شيخ اقول له تبع الجن هيعملها كده، هيصلحها لي يعني من غير فلوس؟ هتتكلف ايه دي ولا هتاخد وقت قد ايه؟ وقت قد ايه؟ اسبوعين بالظبط وتيجي تستلمها مني. وعشانك انت يا عم صلاح مش هقول 20، هنخليها 18 بس. 18 ايه يا عم عماد؟ انا كل اللي حلت 5 6000. ما تقلقش بقى، هي دي ما تزيدش عن 12. 12 بقى اخته تتصرف معاه، انا ماليش دعوه. ما ينفعش والله يا عم صلاح، وهي المفروض 20 وانا حاسبها لك ليك انت 18. انا ممكن اعملها لك بال 12 على ما تروح للميكانيكي، هترجع لي تاني اسمكرها لك. انا عايز اعمل لك حاجه نضيفه. ماشي يا اسطى ماشي. خلاص يا ابو صلاح، انا هتصرف في الفلوس عشان الجن يخلصها لنا قبل اسبوعين، وهم 12 زي ما اتفقنا. استفلوا انتوا بقى مع بعض يا عم عماد.